اليوم عملنا مع بعضنا ملوخية. شوفوا ما شاء الله كيفاش. تبعوني باش تعرفوا طريقة التحضير والمقادير المضبوطة. باش نحطوا الزيت والطاوة باش نحطوا الملوخية. تسمعوا في التشتيش نتاع الزيت. الزيت يبدا سخون، نحطوا عليه الملوخية. ونحركوا ما شاء الله الريحة. توا نخليوها نبداو نحركوا، رد بالكم لا تتحرق. نحركوا بالبدا توا باش نزيدوا الماء، ولازم يكون سخون ونصبوا بشويه بشويه. نبداو نصبوا في الماء، لازم يكون سخون. بسم الله، خدوا بالكم باش ما يكثرش عليكم الزيت السخون. ونحركوا نحلوه بشويه بشويه. بالطبيعه توا باش نزيدوا الماء حتى للي يتغطى الطنجرة الكل. هاوكا كملت، صبيت لها الماء، نحركها. وتوا باش نحل عليها الغاز فايوز، معناها على الاخر، خافت على الاخر. تقعد تطيب مدة 6 سوايع الملوخية متاعنا باش تكون حاضرة. لهنا الملوخية متاعنا قاعدة تطيب محسوب 4 سوايع. انا راهو الملوخية على قد ما نطيبها نحبها تطيب بالكدا باش هكاكا تجيني بنينه وتزيد تسيب البنه متاعها. توا باش نحطوا اللحم باش نفوحوه. هذايا اللحم متاعنا، وثم طريقتين: يا اما تفوحوا اللحم وتخليوه يشرب بالكدا الفاح وبعد تحطوه في الملوخيه، والا تنجموا تحطوا اللحم وتفوحوا ديريكت. انا هذاك باش نعمل، باش نفوح باش نحط اللحم ونفوح ديريكت مع الملوخيه. هذايا اللحم متاعنا، بسم الله نحطوه. وتوا باش نبداو نحطوا مغرفه طماطم، نحطوا ورقه رند، نحطوا الثوم، نحطوا مغرفه ملح. الملح ما تحطوش ياسر خاطر باش تحطوا الهريسه العربي. نحطوا تابل وكرويه، ونحطوا الهريسه العربي ونخلطوا. وتوا نخليها تكمل الطيبه على روحها. وهذه ملوخيتنا حضرت. شوفوا ما شاء الله، والله تمنيتكم بحذايا باش تشموا الريحه. ما شاء الله ريحه بنينه بنينه وبنه عالميه. جربوها بالطريقه هذه وحطوا لي رايكم في التعليق. وشهيه طيبه.